السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي واصلكم؟ الناس اللي بتضحك عليكم الأيام دي في السوشيال ميديا، واللي بيقعد قال يدور على الجذر اللغوي للكلمة ويدخل إيه في إيه في إيه في إيه، وإحنا زي البهايم، مع إنه في هناك يعني فرق كبير جدا ما بين التدبر والفلسفات اللي بنشوفوها على السوشيال ميديا. ربنا أنزل كلمات القرآن بأقرب معنى ممكن يصل لذهنك. يعني لما أقول النساء فهي الحريم، المدامات، المزمزلات، النسوان، الإناث. إنما واحد يجي يقول لك النساء ليها معنى تاني، والجذر اللغوي ومن النسيء. فلسفات ما لهاش لازمة، فلسفات كلها ضلال في ضلال. المهم، أنا والله العظيم كنت في فترة من الفترات أكثر الناس معارضة لأئمة المنابر، وأكثر الأحاديث مش بصدقها، ودايما بنتقد الأحاديث وبنتقد مشايخ الأزهر. ولكن هذا لا يجعلني أتطاول على كل إنسان كتب كلمة في الماضي في أي مجال من المجالات. فاللي زي البخاري ومسلم والناس اللي بتتطاولوا عليها دي، والله العظيم الناس دي ليها قدر كبير جدا. يكفي انها كتبت بالريشة في زمن ما كانش حد فيه لا بيعرف يقرا ولا يكتب. ده احنا دلوقتي بنكسل نكتب على الموبايل او على الكمبيوتر او على الكلام ده، صور تصوير يعني، وزعلانين وكسلانين. فالناس دي تشكر حتى لو قالت ما في الخمر، حتى لو قالت كلام يتنافى مع الدين ومع الاداب العامة. الناس دي محدش يتطاول عليها، ده لو في حق وفي عدل وفي مفهومية. ولكن احنا بنتحجج وبنبرر كل شيء. المهم، اقسم بالله انا قبل خروجي على المعاش لم تكن لي علاقة بالسوشيال ميديا من قريب ولا من بعيد، ولا كان معاي موبايل، ولا كنت بحب اتفرج على الموبايلات. وكنت مكتفي باني انا يعني بشرح في المدرسة واقول الكلام ده للطلاب. وبعد خروجي على المعاش ولدي اشترى له موبايل جديد، وراح رمي لي هذا الموبايل اللي بصور نفسي به الان، وهو موبايل اصلا تعبان. عشان كده يمكن حتى الصورة مش واضحة ولا الصوت مش واضح. المهم، لما دخلت عالم السوشيال ميديا بعد خروجي على المعاش، أصابني غرور بإني أنا أعلم أهل هذا الزمان. والله العظيم، والله العظيم أنا أصابني غرور بعد دخولي عالم السوشيال ميديا، لأن الناس اللي بتتفرج ناس جاهلة، واللي حتى يتغر ويسمع كلامي انا برضو جاهل. لانه الانسان في حكمة بتقول لك كده: من لا ينصحه عقله فلا ناصح له. لو ده ما نصحكش والله ما حد هينصحك في الدنيا كلها، لا نبي ولا رسول ولا ملك حتى ينزل من السماء، خلاص مفيش. ده ربنا ادانا ده عشان هو اللي ينصحنا. احنا ما عندناش ده. واحد يطلع قال يشرك في جلبيته كده يقول لك: وفت وقلبي كان صافي لناس طلعوا على كتافي. وكل واحد بيغني الاغنيه دي يعني فاكر نفسه ان هو الواد البوب، وهو الواد الكينج، وهو الواد اللي قلبه صافي، وهو الواد اللي الناس صعدت على اكتافه وداست عليه، وهو ما يسواش بصله. فكل واحد عامل نفسه يعني ايه، هو الصنف العالي او الانسان المؤصل، والناس الباقيه كلها ما عندهاش اصول. وهو كل واحد فينا عايش هذا الدور في هذه الايام. واحنا كلنا على بعض لو وقفنا قدام المرايه وبصينا لانفسنا بعمق، هنحس ان احنا خشب مسنده، ان احنا اصلا يعني اشياء خاويه. احنا بنعيش واقع مرير صنعناه بايدينا، وبدل ما نحاول نغير هذا الواقع بنحاول بجهل تبرير افعالنا السوداء اللي احنا بنعملها. بالظبط انا قلت مرات عديدة زي الست اللي ولدها الصغير يتبرز على الارض، فتروح جايبة وعاء كده وتحطه فوق البراز عشان تداريه. احنا بنكفر عفنات، بنداري عفنات بنعملها. وظهرت بيننا بدعة في هذه الأيام ملأت الشاشات. البدعة دي هي إنه التدين واللحية والحجاب هو سبب تأخر هذه الأمة وهذه المنطقة. وفي ناس بتعتبر مؤشر التخلف هو رفضنا للمساكنة ما بين الفتيات والشباب، ورفضنا للعري من الأشياء اللي بنشوفها على السوشيال ميديا. هو ده معيار يعني
عدم تقدمنا او عدم تحضرنا، او هو سبب تخلفنا ان احنا مش قابلين الكلام ده. احنا لو قبلنا الكلام ده هنبقى يعني ناس عايشين عصرنا وناس عصريين. وللأسف الحقيقة في تخلفنا هي ان احنا بنكفر افعال سيئة احنا بنعملها. يعني تشوف عندنا هنا الطالب الفاشل، وتشوف الزوج البليد، وتشوف العامل المتراخي، وتشوف الموظف المرتشي، وتشوف مدرس وطبيب بلا ضمير. وحدث ولا حرج عن هذه الأنماط السلبية. ده حتى العبيط في المنطقة العربية بتاعتنا دي بيداري عبطه او بيكفر عبطه بانه يعمل نفسه درويش ويقعد يتطوح في حلقات الذكر. انا عايز اقول حاجة، اقسم بالله العلي العظيم، ده انا احساسي 99 وتسعات كتيرة ان لم يكن بنسبة 100%، كل صناع المحتوى على السوشيال ميديا الهدف من تقديمهم الحاجات دي هو الارباح. انا ساعة ما عملت هذه القناة اللي عملها لي طالب كان عندي، وبعد كده قال لي دي ممكن تجيب لك ارباح تساعدك في المعاش الضعيف. فانا ساعة ما عملتها فعلا عملتها طمعا في الارباح، وقال لي هيدخل لك منها دخل، وانت كلامك ممكن يعني يجذب عدد من المشاهدين. اتضح انه كلامي لا بيودي ولا بيجيب ولا جاذب حد ولا حاجة خالص يعني. ومن يومين ثلاثة كده واحد قال لي كلام فيه شيء من المكر وفيه اسقاط علي انا. لان انا ما حدش بيتفرج على قناتي الا يعني ناس اعرفها، وانا متاكد من كده. يعني 99% من اللي داخلين معايا البث دلوقتي تلاقيهم ناس انا بعرفهم. فقال لي يعني حاجه فيها اسقاط علي انا، وحاجه يعني لا تخلو من المكر والخبث في سؤاله. قال لي تتخيل لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعث في هذا الزمان، هل كان يعني هيستخدم ويستعين بالسوشيال ميديا في تبليغ ما أتى به أو تبليغ رسالته؟ فقلت له احتمال كبير أنه كان هيستعين بهذه التقنية، وأنه كان هيستفيد منها في تبليغ الرسالة. فقال لي بس المحتوى اللي بتصنعه الناس على السوشيال ميديا محتاج مستهلكين، ولرغبة صناع المحتوى في جذب مستهلكين أو متابعين، أي محتوى عملوا له ضجيج ترفيهي غطى على صوت العقل. فقال لي لو الرسول عليه الصلاة والسلام وجد في هذا الزمان علشان يبلغ رسالته أو يبلغ ما أتى به، كان لابد أنه يبلغها بأسلوب مثلا الدحيح، أو على نمط ديشة أو بيشة، قال لي اسم كده أنا مش عارفه. المهم فهمني انه كان لازم يعني تبقى عنده ادوات تمثيل، تبقى عنده باروكه وشوارب وصدريه وحاجات يعني تمثيليه كده. يعني لازم يبقى عنده نوع من الروشنه كده الرسول عشان يعني يقدر يجذب متابعين وتبقى له يعني ناس، والا ما كانش هيبقى له اي متابعين. واسقط هذا الكلام علي انا يعني. فانا قلت له والله العظيم انا عندي استعداد اعمل كده. وانا فعلا يعني ساعه ما عملت القناه دي عملتها مش لجذب متابعين وبهدف ان انا احقق ارباح، وده 99% من الناس كده. حتى اللي بيوعظ واللي بيتكلم في القران واللي بيتكلم في الدين واللي عامل نفسه نبي، السوشيال ميديا هي كده. انا ما عنديش اختيار تاني. وبعد كده يا عم الحج، الرسول عليه الصلاه والسلام وكل الرسل قالوا في رسائلهم يعني وما نسألكم عليه من أجر، وما حدش بيسأل أجر دول. لا بيقول اعمل لايك ولا اعمل فولو ولا اعمل بولو ولا اعمل مش عارف كومنت ولا اعمل زفت طين. اللي بيطلب الكلام ده إنسان لا يمكن أنه يكون بيبلغ رسالة. فما حدش على السوشيال ميديا بيحمل رسالة. حتى أنا اللي بكلمكم ما حدش بيحمل رسالة. وهعيد تاني، من لم ينصحه عقله فلا ناصح له. الطلبة اللي في الثانوية العامة وانا كنت بدرس هذه الطلبه، تلاقي الطالب واحد مدرس ما يجيبش 3 ابيض، انا ما يدخلش في ذمه ال3 تعريفه اقسم بالله. وتلاقيه يعني بيدي جمهور غفير من الطلبه دروس خصوصيه وسايبر ومش عارف ايه، ويزفوه كانهم بيزفوا مطرب. وبعد كده تلاقي المدرس ده قال ايه يعني ما كفهوش المركز وما كفتهوش الدروس وما كفتهوش المنصات اللي عاملها. يروح يعمل لك فيديو يقول لك ايه نصائح لطلاب الثانويه العامه. نصائح اللي بيقولها يا عم الحاج؟
وهي النصايح ما ماليه الدنيا. هو حد محتاج نصيحه؟ مره حد في بلادنا هنا، في بلدنا او في بلد جنبينا هنا، الامام هو راكب المنبر مسكه من جلابيته كده، فالامام بص له كده قال له: يا عم الحاج، انت هتركب المنبر عندك كلام تقوله قبل ما ربنا يخلق ادم؟ قال له: ازاي يعني؟ قال له: اصل من خلق ادم ولا تحت احنا عارفين كل حاجه، فما حدش محتاج نصيحه. اقسم بالله الحلال بين والحرام بين وكل واحد عارف نفسه. الواد يفتح الفيديو ويسمعه. طب ايه اللي استفدته بعد كده؟ يقول لك: ولا اي حاجه. فتحته ليه؟ عشان انت اهبل وهو بيستفيد منك. انا كنت اقول للطلبه، طالب الثانويه العامه، النصيحه اللي يعمل بيها هنا انا بقولها له: انه ما يتشافش غير في 5 اماكن. ابوك يدخل البيت يسال عليك: فين محمد؟ يقولوا له: محمد نايم. فين محمد؟ محمد بياكل. فين محمد؟ محمد في الحمام بيقضي حاجته او بيستحمى. فين محمد؟ في المسجد او على المصلايه بيصلي. فين محمد؟ على مكتبه بيذاكر. غير كده يبقى تهريج. العلم قراءة. تلعب في موبايل يبقى انت بتهرج. بتروح دروس خصوصية في اماكن متعددة تبقى انت بتهرج. انا اقسم بالله في طلبة قرايبي اقدر اشرح لهم وبكفاءة، اقسم بالله بكفاءة ما يلاقوها في اي حتة تاني وببلاش. مع الفراغ بعرض عليهم اديهم دروس، يقول لك: لا، عشان انت مش مشهور في الدروس الخصوصية. فالدنيا دي احنا فيها عايشين مش بنستخدم عقولنا ولا بنستخدم يعني المنطق حتى في الحياة اللي احنا عايشين فيها. من يومين كده الصدفة جعلتني أدخل مؤتمر كان عامله أحد المرشحين للبرلمان القادم ده. ولما دخلت المكان ده وجلست فيه شفت حاجات غريبة خلتني لما رجعت سجلت فيديو. وكالعادة الفيديو ده سجلته ما عملش أي مشاهدات خالص، موجود على القناة اللي عايز يشوفه يعني. ولو دخلت على قناتي هتلاقي كل الفيديوهات اللي عامل 5 مشاهدات، 3 مشاهدات، 4 مشاهدات. والمصيبة الأكبر إنه الناس اللي انتوا بتمنحوها مشاهدات أكتر وبتحقق أرباح، بالأرباح دي بتعمل عملية ترويج للفيديوهات فيلاقي انتشار أكبر، ولذلك المحتويات الفاشلة كلها هي اللي بتنتشر على السوشيال ميديا. فلما دخلت لقيت الناس يعني قبل حضور المرشح لخصوا القصة بتاعتهم كلها في عدة أمثال شعبية كده. اللي قال إنه الندل اللي تعرفه أحسن من الجيد اللي ما تعرفوش، واللي قال خسارة قريبة أحسن من مكسب بعيد، واللي قال أحمد زي الحاج أحمد وكله بيسعى لمصلحته، واللي قال أهم حاجة نشوف مين فيهم اللي هيدفع أكتر ونديله صوتنا. ما كلهم ولاد كلب بيجوا في أيام الانتخابات ويلفوا ويعيشوا معانا لحظات من الود والمحبة، وبعد كده وش الضيف محدش بيشوف خلاقهم تاني. وشوية وأتى المرشح وبدأ يتكلم كلام خبيث في شكل أسئلة للحضور، وكأنه بينتقد من سبقوه في هذا المقعد. فقال للناس: انتوا ليكم كام سنة ما حدش من أولادكم دخل كليات عسكرية؟ وليكم كام سنة حد فيكم حصل على قرار علاج على نفقة الدولة؟ وليكم كام سنة بتتمنوا انه يدخل بيوتكم صرف صحي؟ انا هعمل لكم اللي ما تعملش، هخلي في كل بيت ضابط. طبعا الكلام ده كلام كذب، ولذلك في واحد حتى رد عليه ساعتها وقال له: اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. لانه الكلام ده مش بيعمله عضو مجلس الشعب، الكلام ده خطة دولة. يعني حتى المكان اللي ما فيهوش عضو خالص بيتعمل فيه الكلام ده بناء على خطة بتضعها الدولة. واحنا كلنا عارفين انه اعضاء مجلس الشعب ما هي الا خشب مسندة، واحنا عارفين انه الناس دي بتستغل هذا المكان لمصالحها الشخصية، والكلام ده كله معروف. وتذكرت اني انا في شبابي وفي بداية ممارسة يعني الحياة الانتخابية بتاعتي، وكنت فرحان طلعت بطاقة انتخابية ورحت لجنة انتخب في انتخابات برلمان زي كده. وقابلت شخصية هناك كان بيدرسني في الإعدادي، وهو كان أستاذ محترم جدا وأنا كنت بحبه وبأثق في آرائه. وبعد كده سألته: يا أستاذ أدي مين صوتي؟ قال لي: ما تدوش لحد خالص. ليه؟ قال لي: لأنه إيه الفايدة من إنك أنت تنتخب والحكومة تختار؟ وبدأت أفكر ساعتها، لأني أنا ساعتها كنت زي الناس اللي بتضحك عليكم الأيام دي في السوشيال ميديا. المهم أنا هذا الشخص لفت نظري للفرق ما بين كلمة انتخاب وكلمة اختيار.
وساعتها بحثت في القرآن فلم أجد كلمة الانتخاب ولا حتى مشتقاتها ولا جذرها اللغوي ولا حاجة خالص. كل الحاجات دي في القرآن وردت بلفظ الاختيار، مفيش انتخاب خالص. وساعتها أنا فكرت وأدركت إنه الانتخاب يأتي مع العلم المحدود، بينما الاختيار يأتي مع علم مطلق وسلطة مطلقة. الإنسان لما نزل على الأرض بدأ يلاحظ، وبالملاحظة بدأ يتعلم. فمثلا لاحظ إنه الخشب يطفو والحديد يغوص، ففكر بهذا العلم إنه ينتخب الخشب يصنع منه سفن. وبعد كده لقي مش كل الأخشاب بتصلح لصناعة السفن، فبدأ ينتخب نوع معين من الأشجار يصنع به السفن. وبعد كده اكتشف انه الطفو ده ليه قانون وهو قانون الكثافة. لما عرف القوانين قدر يصنع السفن من الحديد. فلو ان الانسان علم مطلق كان صنع السفن من الحديد بداية، ولكن هو كان بيختار بدرجات علمه او بعلمه المحدود. انما ربنا سبحانه وتعالى علمه مطلق، ولذلك ربنا اختار لأنبيائه ورسله زمان محدد ومكان محدد وأصدقاء محددين وصحبة محددة. ربنا له علم مطلق، وبهذا العلم المطلق يختار. فأنت ما تتوقعش حاجة وتقعد تعمل خيال. لو الرسول في هذا الزمان كان هيستعين بالسوشيال ميديا، لا ما كانش هيستعين بيها. وضربت لهذا الشخص مثل، قلت له بص، الإنسان لما يكون عايز يفلق صخرة كده بشاكوش بيضرب الصخرة 1000 مرة والصخرة لا يحدث بها تشقق. وبعد كده ممكن المرة الواحد بعد 1000 تفلق الصخرة وتكون ضربة هزيلة. لأنه أهم حاجة المصابرة وعدم الملل والثقة بالله، ودي متوفرة عند الأنبياء. مين قال لك إنه الأنبياء ما شافوش أصعب من اللي أنت بتحكي عنه على السوشيال ميديا وتغلبوا عليه بالصبر والمصابرة؟